الموصل مدينة كردستانية. الكاتب الدكتور مهدي كاكايي. المجموعة التي تدعي أنها تنتمي إلى الآشوريين. لا علاقة بين النساطرة والآشوريين. يقول المؤرخ جيمس موريس بأنه ليست هناك أي علاقة عرقية للآثوريين النساطرة بآشوريين نينوى الذين تمت إبادتهم في عام 612 قبل الميلاد على يد الميديين والبابليين. يستطرد هذا المؤرخ أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتأسيس مملكة العراق من قبل بريطانيا في عام 1920 قام الإنكليز بجلب النساطرة إلى العراق. البروفيسور الأمريكي كيلي روس الذي كان أستاذاً في جامعة كاليفورنيا نشر مقالاً في سنة 2010 ميلادية بعنوان ملاحظة في الآشوريين الجدد، حيث أنه انتقد فيها ما يقوم به الآشوريون الجدد من تحريف متعمد للتاريخ وادعاءات باطلة فيما يتعلق بالحضارات القديمة، قائلاً أن تسميتهم الحديثة لم تكن إلا نتيجة تعاونهم مع الإنكليز. كما أن البروفيسور المذكور نشر أبحاثاً في سنة 2001 ميلادية يثبت فيها أنه ليست هناك أي علاقة عرقية تربط الآشوريين الجدد بالآشوريين القدماء. بالنسبة إلى أفراد المجموعة الذين يدعون أنهم من سلالة الآشوريين القدماء، اعتنق سكان جبال وقرى ومدن كردستان المذهب النسطوري للديانة المسيحية نسبة إلى الأسقف نسطوريوس أسقف القسطنطينية الذي أسسه هذا المذهب في سنة 34 ميلادية بعد حرمانه وطرده من الكنيسة الكاثوليكية الجامعة. من الجدير بالذكر أنه يتم إطلاق اسم الكنيسة الشرقية على كنيسة النساطرة. في القرن ال15 الميلادي قامت الكنيسة الكاثوليكية بجهود كبيرة من أجل إقناع أتباع الطائفة النسطورية الشرقية أن يقوموا بتغيير مذهبهم النسطوري إلى المذهب الكاثوليكي. هذه الجهود نجحت في جعل قسم من النسطوريين أن يعتنقوا المذهب الكاثوليكي، وتم إطلاق اسم الكلدانيين على هؤلاء الذين اعتنقوا المذهب الكاثوليكي، وذلك لكون الكلدانيين القدماء كانوا من سكان بابل الكلدانية، وليس لأنهم من سلالة الكلدانيين الذين ذابوا في الشعوب الأخرى ومنه الشعب الكردي، ولم يبق لهم أي وجود، حيث أن إطلاق هذه التسمية عليهم هي مجرد تسمية تعرفية جغرافية. هكذا فأن المجموعة التي تدعي أن أفرادها ينتمون إلى الكلدانيين هم في الحقيقة كرداً مسيحيون. النسطوريون الذين لم يقبلوا أن يصبحوا كاثوليك احتفظوا بمذهبهم المسيحي النسطوري، وهم الذين يدعون الآن أنهم أحفاد الآشوريين القدماء. جذور الاسم أثور من آشور، فأنه في أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20 ظهر مطران مسيحي كلداني كاثوليكي اسمه المطران أدي شير، وقام بتأليف كتاب بعنوان كيلدو آثور، ومن هنا ابتدأت هذه الأقوام تداول المصطلح آثور كنوع من تأسيس هوية لأفرادها تحفظ لهم كينونتهم بعد اشتداد الضغط على الأقليات العرقية والدينية بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ووقوع أحداث مذابح الأرمن بعد سنة 1915 الميلادية. ومن هنا ابتدأت هذه الأقوام تداول المصطلح آثور كنوع من تأسيس هوية لأفرادها تحفظ لهم كينونتهم بعد اشتداد الضغط على الأقليات العرقية والدينية بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ووقوع أحداث مذابح الأرمن بعد سنة 1915 الميلادية.
بسبب موقفهم المناوئ للدولة العثمانية حينها ومساندتهم لروسيا القيصرية. شمل هذا الأمر جميع المكونات المعتنقة للديانة المسيحية في بلاد ميزوبوتاميا في ذلك الوقت، حيث أخذ كل مذهب يحاول تأسيس هوية خاصة بها للتعريف والتمييز والحفاظ على كينونته من الاختفاء والانقراض، فوجد النساطرة ضالتهم بالتسمية التي أطلقها المطران أديشير عليهم. يذكر ابن خلكان بأن منطقة هكاري الواقعة في شمال كردستان هي موطن النساطرة الذين هم قبيلة من الكردة، لها معاقل وحصون وقرى في منطقة الموصل. كما أن المؤرخ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفي في سنة 958 ميلادية يقول عن الكرد وأديانهم ما يلي: أن ديارهم تقع مما يلي الموصل وجبل جودي، يسمون بالأكراد، بعضهم مسيحيون من النساطرة واليعاقبة، وبعضهم الآخر من المسلمين. من هنا يتبين بأن النساطرة الذين يدعون أنهم أحفاد الآشوريين والكلدانيين هم شريحة كردية مسيح. في السنين الأخيرة تطورت أبحاث الأعراق بعد ابتكار طريقة الفحص الجيني DNA، والتي قضت على الادعاءات الكاذبة التي تحاول أصحابها تزييف التاريخ والانتماء العرقي. أقدم هنا نتائج فحص DNA التي تؤكد على كردية المدعين بالآشورية. النتائج هي بالنسبة المئوية معدل فحصين جينيين: 1. جنوب الأناضول والقوقاز 58.5%، وهي منطقة كردستان، موطن أسلاف الكرد الخويريين الميتانيين والهيتيين. 2. اليهود الشرقيون مزرهيم 113%، قسم منهم قد يكون من اليهود الذين هجرهم الآشوريون إلى كردستان. 3. الكرد 15.6%. 4. شمال إيران 5.6% ميديون. 5. اليهود الجبليون اليهود المهجرون إلى كردستان 5.3%. 6. جنوب الجزيرة العربية اليمن 2.8%. من خلال هذه النتائج للحمض النووي لمدعي الآشورية نستنتج أن 80% على أقل تقدير من جيناتهم هي جينات كردية. إعداد سردار رامان، والشكر والتقدير للأستاذ علي كلو.